كل الناس عايزه تعرف كهربا هيلعب الماتش الجاي ولا لا. انا بقى عندي الاجابه الاكيده، يلا نشوفها مع بعض. مساء الخير. قبل ما نتكلم على كهربا وموضوع الصفقات الجديده، انا لازم اتكلم على ماتش اهلي وانبي الاخير. ماتش الاهلي وانبي الاخير دوت، انا شايف ان الاهلي طلع بالدروس المستفاده كلها من الماتش، اللي هي ايه؟ خد ال3 بونت، وسع الفرق مع الزمالك ل5 بونت، والجديد ان فيوتشر بقى هو المركز الثاني. فخلينا ناخد كام نقطه كده على الماتش بسرعه. انا شايف الحاجه الاساسيه في الماتش ان روح اللعيبه وعالج اخطاء كتير جدا كولر مدرب الفريق. اولا التصريحات بتاع كولر اختلفت شويه، ادى ثقه كده للعيبه. تاني حاجه الروح في الملعب، شايفين الاختلاف، شايفين الاهلي بقى رجع تاني يموت نفسه على الكوره. والاساس كله بالنسبه لي ان الاهلي التاني ماتش على التوالي بيطلع كلين شيت. خلينا نتكلم على الجونين اللي جم في الماتش. جون قفشه الاولاني 100% ده تدريب ممرنه كولر للعيبه كويس قوي. نشوف الهجمه نلاقي كام باصه توصل الكره لسوليه. سوليه بالنسبه لي بقى مستر اسيست بتاع النادي الاهلي، رمى حته سرول قفشه، وقفشه لا مش يشوط وخلاص، لم الحارس لمه حلوه وحطها بصراحه معلمه. وكلنا شفنا قفشه بعد الماتش عمل ايه، قلع التيشيرت وحط التيشيرت على راسه، فضل يلف التراك. ده فضل يلف التراك 4-5 مرات حاطط التيشيرت على راسه، عايز يقول للجماهير سامحوني بقى، انا اسف. يعني مفيش اعتذار اكتر من كده لجمهور الاهلي، ان قفشه بيقول لهم انا مقدركم والاهلي فوق دماغي. وبصراحه من بعديها نلاقي الجمهور قعدوا يغنوا له، قعدوا يقول لك اعتذارك مقبول يا قفشه. فدي بصراحه حركه تحسب لقفشه، بالنسبه لي دي حركه ذكيه، يعني هو قدر يخطف قلوب الاهلي تاني. نيجي بقى من وجهه نظري لجون ديانج، الجون التاني. جون ده اوروبي، عارفين كده لما يقول لك القطار المالي، جمهور الاهلي على فكره مسمي اليو ديانج القطار المالي. مين يقف قدام القطر؟ ديانج بصراحه عدى من نص الملعب تك 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 يا ابن اللعيبه. ده عارف جون ميسي اللي من نص الملعب؟ انا بالنسبه لي ديانج دوت اكيد بره في العالم اتفرجوا على الجون ده. وبالنسبه لي كمان الغريب في الجون مش فكره ان هو رقص وعدى 1 2 و3 و4 و5، فكره الفينش بتاع الجون. الفينش بتاع الجون ده عندنا مهاجمين في مصر تاريخيا ما تعرفش تعمل الفينش دوت. فانا بصراحه الماتش دوت بالنسبه لي لا ماتش حلو جدا، بدايه من الماتش اللي قبله بيراميدز لانبي. خلونا بقى حاجه تانية قبل ما نتكلم بقى على الصفقات. محمود عبد المنعم كهربا، كل اللي داير اليومين دول محمود عبد المنعم كهربا. انا شايف يعني او يقال كهربا هيلعب ماتش المصري اللي جاي يوم 12 ولا لا. من الاخر يوم 11/1 هو اللي هيحدد. من الاخر الاهلي شايف ان موقفه سليم والزمالك شايف ان موقفه سليم. هنقول ازاي؟ الاهلي بيقول ان جنب اسم كهربا في الفيفا ما بقاش مكتوب موقوف. طالما مش مكتوب موقوف يبقى اللعيب يلعب لحد ما ينزل وقت جديد للغرامه. الزمالك الناحيه الثانيه بيقول لك انا عمال اقدم شكاوي، عمال اقدم اقول ان اللاعب ما ينفعش يلعب غير لما يدفع الغرامه. خلونا متفقين، اللاعب شخصيا طلع كلام قال ان انا موجود في التدريبات وجاهز وهلعب الماتش الجاي. ده شخصيا من كهربا، يعني هو كهربا شخصيا قال كده. فخلينا نخلص الموضوع، نلخص الموضوع ده في ايه بقى؟ حاجتين. اولا وفد من الاهلي يروح يقعد مع الزمالك يتفقوا كده بقى على ايه؟ تقسيط المبلغ، جدولة المبلغ، يعني نشوف حل كده ان المبلغ دوت او 80 مليون دول يعني نشوف صرفه اليوم يتهزوا بقى كده اي حاجه. الحل التاني عشان الموضوع ده يخلص ان الاهلي او كهربا يدفع الفلوس كاش. الاهلي من الاول قال انا هقف مع كهربا واللعيب اشتراني كتير والحاجات دي كلها، بس لغايه دلوقتي الاهلي عمال يماطل عشان عايز يشوف حل ان المبلغ ده ينزل شويه. الناس مش عارفه ان المبلغ كل ما بيتاخر بيتحسب عليه فوائد، والمبلغ في الاخر بالدولار مش بالمصري. فاحنا اكيد فاهمين المبلغ ده ممكن يكون كان 20 مليون وصل دلوقتي بقى 80 مليون. فانا شايف ان الحل من الناحيتين دول. كهربا بصراحه شاري الاهلي جدا، كهربا عايز يكمل في الاهلي. فانا اتوقع ان كهربا بنسبه كبيره هيلعب الماتش الجاي. اكيد كهربا على لسانه مش هيقول كلام كده، والاهلي بيبقى دايما مأمن موقفه بصوره كويسه، مش هيشارك اللاعب هو ممكن يكون شاكك ان ايه، ان هو ممكن يكون في مشكله ومش هيلعب. فخلينا نخلص الموضوع ده كهربا. نيجي بقى للصفقات الجديده بتاعت النادي الاهلي. كميه كلام على الصفقات الجديده غير طبيعي. بس اول حاجه كلنا عارفين ان صفقه عزيز يعقوبو انتهت 100% وخلاص مش هيجي النادي الاهلي. كلنا عارفين ليه مش هيجي الاهلي. الاهلي بقاله فتره بيخاطب النادي البرتغالي اللي فيه يعقوبو، بيقول له ان احنا عايزين اللعيب 6 شهور. الاهلي بقى في الصفقات الجديده بقى يعمل حاجه جديده بصراحه بالنسبه لي على النادي الاهلي قوي، اللي هي ايه؟ ان هو يجيب لعيب 6 شهور. الاهلي حاسس انه في الافارقه الفتره الاخيره اتقرص كتير قوي، فقال لك ايه، انا هجيب اللعيب 6 شهور يا باشا، انت تمام، انا هعمل في عقدك ان انا ايه، اعمل معاك عقد 3 سنين 4 سنين. اللعيب دوت على فكره كلنا شفنا في الفحوصات الطبيه من الواضح ان في مشكله عنده.
فالاهلي مش قادر يرسك ان هو يجيب لعيب تاني ان هو يلعب له ماتش ماتشين وطريق السلامه يقعد يتعالج. كلنا شفنا بيرسي تاو والله العظيم بيلعب ماتش ده وصل لمره انه لعب هجمه واتصاب. فيعني احنا في الافارقه حظنا مش احسن حاجه. فالاهلي اتفق مع امير توفيق، محمود الخطيب اتفق مع امير توفيق واتفق مع حسام غالي ان احنا مش عايزين اللعيب دوت. وعلى فكره كولر كان مقتنع بيه جدا، بس في الاخر قلنا اللعيب اللي انت تقرص منه وتقرصنا من لعيبه كتير بلاش. نيجي بقى بالنسبه لي من الصفقه الاساسيه اللي انتهت بشكل رسمي وقال عليها محمد الضاوي كريستو، اللعيب التونسي اللي جبناه من نجم الساحلي. اللعيب ده عنده 19 سنه، اللعيب ده جه ب 300,000 دولار. هتقول لي نعم 300,000 دولار بس؟ اقول لك ايوه بالورقه والقلم جه ب 300,000 دولار. بس كلنا عارفين مشكله الاهلي مع النجم الساحلي. النجم الساحلي ملزم انه يدفع للاهلي 900,000 دولار. ليه؟ عشان اللعيب كوليبالي اللي كان لعب في النجم واللي كان هرب من الاهلي، والقصه كلها انا عارفينها على كوليبالي. فقال لك طب يا معلم يبقى ايه؟ هي دي بقى الاداره المحترمه او الادارتين المحترمين اللي يعملوها. جه اداره وفد من الاهلي راح قعد مع اداره النجم الساحلي وقال لك يا معلم احنا عايزين نخلص من الدوشه دي وعايزين نوصل لحل. فقال لك ايه الحل؟ قال لك اللعيب ده بكام؟ قال لك ب1,200,000. قال لك اخر كلام. فاتفقوا ان النجم الساحلي هيشيل من الصفقه 900,000 دولار، يبقى اللعيب وقف بكام؟ ب 300,000 دولار على الاهلي. فانا شايف ان دي بصراحه ذكاء جدا من الاداره، لازم كلنا نحيي الاهلي عليها. ليه؟ في الاخر لعيب سنا صغير يقال ان هو ان شاء الله هيبقى لعيب جامد قوي يقف عليك ب 300,000 دولار. لا انا شايف دي خطه بصراحه عالميه. اللعيب على فكره بيلعب جناح يمين. اللعيب ده فيه ميزه اساسيه جدا، احنا شفنا الفيديوهات بتاعته كده بسرعه. اللعيب ده فيه ميزه جامده قوي، اللعيب بيعدي واحد على واحد، لعيب بيديك حلول، بيخلق لك فرص. الاهلي دايما مشكلته ايه؟ ان هو بيلعب فرق قافله، دفاع، خط دفاع بص اتوبيس مقفول ورا. فدايما المشكله في الحتت اللي زي دي ان انت بتبقى عايز لعيب يفتح لك بقى مساحات، يعرف يعدي، يعرف يرقص، يعرف يبصيلك باصه، يعمل لك اسيست حلو. فانا شايف ان اللعيب دوت ممكن تبقى فيه الميزه ديت. فعشان كده الاهلي يعني استقر عليه. وعلى فكره مش كل حاجه ارقام، يعني لو هنقول الراجل ده الضوء ده كريستو لعب سنتين في النجم الساحلي، ارقامه جاب 7 اجوان وثلاثه اسيست. اي واحد طبيعي جدا هيسمع الارقام دي يقول لك لا يا باشا شكرا، احنا في الاهلي مش اقل من 30 جون، مش اقل من 15 اسيست، الحاجات دي كلها. فنظره ان اللي اختار اللعيب دوت اتوقع ان هو اختاره بالسبب ده. لعيب يوجد لك حل، لعيب يصنع لك الفارق، الحاجات دي كلها بتفرق كتير جدا. فالصفقه دي الحمد لله تمام. نروح للصفقه الثانيه اللي خلصت برضه بنسبه 100%. خالد عبد الفتاح لاعب سموحه، اعاره 6 شهور. هتقول لي برضه اعاره 6 شهور، هنقول بقى زي ما قلنا في اول الفيديو يا باشا ان الاهلي يا باشا انا اجيبك 6 شهور اجربك وبعد كده ما تقلقش هروق عليك. فاللعيب ده جه 6 شهور اعاره. الصفقه دي على فكره ما فيهاش فلوس خالص. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما فيهاش فلوس خالص يا معلم. الصفقه دي اللعيب ده جه 6 شهور اعاره، قصادها ايه بقى؟ حسام حسن مهاجم النادي الاهلي 6 شهور اعاره. تاني حاجه زياد طارق اعاره سنه ونص. صفقه ما فيهاش اي فلوس. بس احنا ليه جبنا ليه خالد عبد الفتاح؟ اولا سنه صغير، مواليد 99، يعني الطريق لسه قدامه كتير. رقم 2 احنا عندنا مشكله دلوقتي في الباك اليمين، اكرم توفيق ربنا يرجعه بالسلامه رباط صليبي، كريم فؤاد رباط صليبي، فانت عندكش في الباك اليمين غير محمد هاني. فالاهلي دور زي ما بيقولوا على حل سريع. فمين اكتر واحد دلوقتي ارقامه او متالق او ظاهر بصوره كويسه؟ هو خالد عبد الفتاح. فبرضه والله مش حبا في النادي الاهلي وخلاص، فانا شايف الاختيار دوت احسن اختيار دلوقتي في الباك اليمين. نيجي للصفقه اللي بنسبه 95%، 96%، 97%، بس مش هنقدر نقول 100%، بس هي بنسبه كبيره خلاص خلصانه. مروان عطيه لاعب الاتحاد. مروان عطيه لاعب الاتحاد ده انا بالنسبه لي في نقطه سريعه عشان الناس دلوقتي عماله تتكلم تقول اصل الزمالك دخل في الصفقه، لا اصل الاهلي هو اللي خلص، اصل اللعيب عشان قصص كتير قوي. الزمالك دوت في اول الموسم جه قال لك يا باشا احنا عايزين الاتحاد السكندري عايزين مروان عطيه من عندك. بكام؟ قال له بكذا. قال له طب يا باشا احنا موافقين. راح الزمالك يتكلم مع فيريرا قال لك لا يا باشا انا مش عايزه، انا صفقاتي تمام، انا احتياجاتي موجوده، انا مش عايز اللعيب. فراح الزمالك قال للاتحاد السكندري قال له لا شكرا. فجه دلوقتي في يناير الاهلي قرر انه يدخل في الصفقه. على فكره اللعيب اهلاوي جدا وموافق على الاهلي وعايز يجي الاهلي، بس محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في الاخر هو بالنسبه له عايز مصلحه، انا عايز الفلوس. هو على فكره الاتحاد ماشي في الدوري كويس، فهو ومروان عطيه النجم البارز في الاتحاد السكندري. فجه دلوقتي قال لك ايه بقى يا باشا؟ عايز مروان عطيه ادفع كذا. فالاهلي عايز يوصل لحل في ناحيه الفلوس رقم 1. بس انا ليا وجهه نظر، انا بشوف في الصفقات اللي زي دي اللعيب هو له دور مهم.
يعني انا دلوقتي انا عايز العب في الاهلي، تيجي تقول لي والله يا معلم انت هتروح الزمالك عشان طالب اكتر، انا عايز العب في الزمالك، لا يا معلم والله انت هتروح الاهلي، لا. فين دور اللعيب؟ على فكره بره بيحسبها كده، رغبه اللاعب بتبقى رقم واحد. اتوقع ان الصفقه دي هتخلص بحل من الحل، يا الاهلي هيزود الفلوس رقم واحد، رقم اتنين يا الاهلي هيمسي باتنين لعيبه اعاره كده من عندهم، اللي هو في كلام بيتقال ان عمر حمدي ومحمد محمود، لو الاثنين دول وافقوا ان هم يطلعوا عرى الاتحاد، اتوقع ان احنا النهارده بالليل بكره الصبح كمان 10 دقائق هنسمع ان الصفقه تمت بتاعت مروان عطيه. دي الصفقات اللي بيتقال ان هي بنسبه كبيره خلصت وبنسبه كبيره فيها كلام. فخلينا نشوف، احنا قدامنا تقريبا 3 ايام او 4 ايام والانتقالات الشتويه بتاعت يناير تخلص. انا شايف لحد دلوقتي والله مش حبا في النادي الاهلي وخلاص، انا شايف الصفقات بشكل كويس، الاماكن اللي احنا محتاجينها، التدعيمات اللي فعلا هتفرق مع النادي الاهلي قدام. احنا بس مستنيين نشوف حاجه واحده بس دلوقتي، يعقوب والمهاجم مش جاي، مين اللي هيجي مكانه الافريقي؟ فصفقات الاهلي جايه كتير والاحداث كتير، ومستنيين نشوف الاهلي دايما احسن حاجه، وعايزين نعرف كهربا هيلعب بالماتش الجاي ولا لا. انا بالنسبه لي انا كاسلام انا قاعد مستني اشوف اللقطه دي عشان كهروب وحشنا. سلام.